تتربع في وقار قبالة سواحل البحر الأبيض المتوسط، وتوزع اغترارها على طول ساحلها الممتد من رأس بلدية بدواو البحري غربا إلى بلدية أعفير شرقا. ليس صدفة أن يعمر أرضها إنسان ما قبل التاريخ، وليس عبثا تعاقب مختلف الحضارات عليها من فينيقيين، رومان وأتراك، ليتركوا آثارا ومعالم عنوانها واحد. هنا كنا على أرض توزع جمالها على الجميع، ويستمد منها الورد ألوانه، وينبعث من أرجائها عطر التاريخ. عرفت بومرداس باسم الصخرة السوداء نسبة إلى شاطئ هذه الصخور السوداء اللون، وشكلت وهي تحمل هذا الاسم مركز أول حكومة جزائرية مؤقتة ما قبل الاستقلال. أما التسمية الحالية فتعود إلى العالم والرجل الصالح سيدي علي بن محمد بن أحمد البومرداسي. تقع ولاية بومرداس في الشمال المركزي للجزائر، وتمتد على شريط ساحلي يزيد عن 80 كيلومتر. تقدر مساحتها ب1456 كيلومتر مربع، أما عدد سكانها فيبلغ 831 ألف نسمة. يحدها غربا ولاية الجزائر، من الجنوب الغربي ولاية البليدة، من الشرق ولاية تيزي وزو، من الجنوب ولاية البويرة، ومن الشمال البحر الأبيض المتوسط الذي منحها مناخا باردا ورطبا شتاء وحارا وجافا صيفا. ولاية بومرداس هي ولاية سياحية بامتياز، توفر كل أنواع السياحة من ترفيهية، بيئية، دينية وحموية، التي تعرف دفعا جديدا لتنميتها وتطويرها. يمنح هذا التنوع السياحي فرصا سانحة لتحقيق استثمارات واعدة لا محالة. تمثل المساجد والزوايا والأضرحة أبرز مقومات السياحة الدينية في ولاية بومرداس، فمنذ القديم اعتنى الفاطميون ومن بعدهم العثمانيون بهذا النوع من العمارة. مسجد عثمان بن عفان من أكبر مساجد المدينة، زينت أعمدته بفسيفساء في غاية الدقة والجمال. وأنجزت قبته بالزجاج، وغلفت بمادة خاصة تضمن حفظها وتساعد على التهوئة، وهي تعطي إضاءة مثالية للمكان. أما جدرانه فزخرفت بتقاطيع الهندسة الإسلامية الراقية، جعلته تحفة تسلب النظر وتميزه عن باقي مساجد المدينة. تعرضت بعض أجزاء المسجد للتلف بسبب الزلزال الذي ضرب بالمدينة، ونتيجة ذلك استفاد من عمليات ترميم واسعة. تنتشر الزوايا والأضرحة في أماكن مختلفة من بومرداس، ومن أشهرها زاوية عبد الرحمن الثعالبي ببلدية يسر،
وزاوية سيدي علي بن أحمد بن محمد البومرداسي الذي اتخذت المدينة تسميته تيمنا به. فبعد قدوم هذا العلامة والرجل الصالح من الجزيرة الخضراء استقر في أعالي أحد الجبال ببومرداس، وأصبح يدرس ويربي جموعا من الطلبة الصغار والكبار. وبعد وفاته أنشئت الزاوية والضريح في المكان نفسه. وبالإضافة إلى المساجد والزوايا يوجد في بومرداس العديد من الأضرحة، أشهرها ضريح سيدي المجني، ضريح سيدي الحرفي، وضريح سيدي عمر الشريف. بومرداس هي أيضا أبواب مفتوحة على السياحة الاستجمامية والترفيهية، وتعد الوديان والسدود خزانا حقيقيا لهذه السياحة وأحد المنتجات القابلة للتطوير والاستثمار. في أحضان جبال بومرداس الشامخة يقع سد قدارة على بساط من الإخضرار على مدار السنة. تستدرجك شساعة محيطه وثروته السمكية إلى ممارسة هواية الصيد بعيدا عن صخب الشواطئ، حيث لا تسمع إلا تغريد العصافير التي تتخذ من أشجار المكان مساكن تأوي إليها إذا حل الظلام. من جبال التيتري ينبع وادي السر، أحد أهم أودية الولاية، ويمر بالجهة الغربية لسلسلة جبال جرجرة. وادي السر ومن الأماكن التي يمكن أن تستغل في السياحة البيئية والترفيهية نظرا لجمال محيطه وجريان مياهه على مدار السنة. بجانب السدود والأودية توجد أهم مقومات السياحة البيئية والترفيهية في بومرداس: الغابات والمساحات الخضراء، حيث يتنوع الغطاء النباتي بين أشجار الصنوبر الحلبي، البلوط والفلين، وبعض النباتات النادرة التي تكسو الغابات والجبال. تتمتع الولاية بمتاحات غابية رائعة تقع على كثبان السهول الساحلية وتلامس أمواج البحر، ما يقدم للسائح فضاء استجماميا شاسعا يجمع بين الشمس شواطئها الدافئة وظل أشجارها وهوائها المنعش. تأوي غابات بومرداس بعض أنواع الحيوانات البرية كالأرنب وقنفذ شمال إفريقيا وابن آوى والنمس. كل ما يحمله هذا الفضاء الشاسع من تنوع نباتي وحيواني وثروة مائية أهله ليصبح مجالا حقيقيا للسياحة الجبلية والاستجمامية والبيئية أيضا، لما يحققه من توازن بيئي للمناطق المجاورة. في رحاب الطبيعة الساحرة وهوائها العبق، وفي صرح يتنافس فيه الجمال، تستضيف بومرداس مصطافيها، حيث أنشئ عدد من المخيمات ومراكز الإيواء تتخذ من مناظر الطبيعة ديكورا دائما لها. تضم الولاية 10 مخيمات تفوق سعتها الإجمالية 5000 سرير، وهي تلبي حاجيات مختلف الأسر، حيث تتوفر على جميع وسائل الراحة،
ومن أهم هذه المخيمات مخيم الزيتونة، مخيم اللوتس، ومخيم الأزرق الكبير. حتى يكتمل جمال المكان وتستكمل الصورة أجزاءها، تبرز الفروسية بكل تألقها وحضورها المميز. يظهر اهتمام سكان بومرداس بالفروسية من خلال النادي الذي تأسس العام 1987 والإقبال الكبير عليه. معظم الخيول التي يضمها النادي من سلالة محلية أصيلة، ومن أجل الحفاظ عليها يسهر القائمون على النادي على العناية بها والعمل على تحسين السلالة أيضا. هذا إلى جانب الرياضة والاستجمام، يساهم نادي الفروسية لولاية بومرداس في تنظيم مختلف المنافسات المحلية والوطنية بهدف ترقية هذه الرياضة النبيلة. يحتضن هذا البناء المتألق والمميز المعروف بالبرج الأزرق العديد من الفضاءات والنشاطات، وقد خصص أحد أجزائه لصنع وعرض واحدة من ألمع الصناعات التقليدية في المنطقة، صناعة الخزف والسيراميك. شباب موهوب مبدع يأخذ على عاتقه مهمة الحفاظ على هذه الحرفة التقليدية العتيقة ذات الجذور العميقة. يمارس هؤلاء الشباب فن الرسم على السيراميك بإتقان وتفان كبيرين، فهو فضاء يمكنهم من إبراز مواهبهم وإبداعاتهم بكل حرية وتلقائية. تتطلب هذه الحرفة الكثير من الصبر والدقة، بالإضافة إلى الاطلاع والإبداع، وقبل كل هذا حب وتعلق كبيران.